متفقين معاك وعلى طول ونفرحوا. اما اقوى لا هي الوحيد يا عيش. قلت لك ما تخدمش مصلحه المنتخب الجزائري، راك مش تهيج الجمهور الجزائري على المنتخب الجزائري. راه مقابله ثانيه. كيف الرسم سؤال بسيط. تفرجت مقابله كوت ديفوار الكاميرون؟ ايه تفرجت. شنو؟ شنو المستوى اللي ريتو؟ مباراة قوية، منتخبات قوية. مرشحين ولا لا؟ مرشحين ولا لا؟ كوت ديفوار مرشح. لا هذا هو الجواب. كوت ديفوار مرشح. خلاص مع الجزائر ولا اقل من الجزائر؟ وهذا هو السؤال. هذا مش منطقي الاول اصلا. لو بالطريقة هذه اصلا توقعاتنا في بداية الموسم كانت غلط. انت ايش حسيتنا مليح بالتوقعات؟ عشان وحيد يا جماعه. احنا نحكي على التوقعات، توقعات مبنية على مباراة او مباراتين. انا ما نحكيش على طول البطولة. بس تحكم على الزملاء على خطا وغلط. غلط، لان احنا توقعنا في بداية البطولة منتخبات معينة. وحيد. واحنا لا تزال البطولة لن تبدا. وحيد احنا اصلا توقعنا يا وحيد. طيب هل تتصور الان ان يتم بطلان توقعاتنا كاملة؟ احنا لسه في الجولة الثانية. يعني الان انا يا وحيد وحيد ما زال مصرا على على التفاؤل بس الذي يتوقع منتخب السنغال يتوقع منتخب المغرب عشان لو نعيد الفكره نحن صابر نكتب بهذا الفكره. اهم حاجه بس انا عايز اركز عليها كلام وحيد من حقه يتكلم فيه، مش بس القصه اختلاف في وجهه نظر في حرف من اقوى المرشحين او من انه هو اقوى المرشحين بالفعل، انما ترشيحنا لعدم او عدم ترشيحنا في البدايه لمنتخب الجزائر ليس تقليلا من قدرات المنتخب الجزائري، ولكن عطفا على النتائج الاخيره. المنتخب الجزائري في النسخه الماضيه خرج من الدور الاول، المنتخب الجزائري في النسخه قبل الماضيه خرج من الدور الاول، ليس تقليلا من قدرات المنتخب الجزائري. ظهوره في الارضيه وكان من حق وحيد ان يعود دورة. تفضل. شوف بدرتين احنا تحدثنا قبل بدايه الكعب وين المرشحين لنيل اللقب. وقتها حكمنا بدون ان تلعب المنتخبات. الان انا قلت لما شفت الاداء اليوم بعد الجوله الثانيه قياسا بما قدم المنتخب المغربي وكذلك المنتخب المصري والمنتخب التونسي والفرنسي بالنسبه لنا اقول ان المنتخب الجزائري هو افضل منتخب قدم اداء وجه جيد في الجوله الثانيه، وهذا ما يجعل منه اقوى مرشح. وانت متفائل مش عاطفي يعني عكس كلام فتحي عكس كلام بدر. يجيني بالعالم الكاملة مصر بالعالم الكاملة مصر فازوا على جنوب افريقيا ب10 لاعبين. يعني هذول الثلاثة بالعالم الكامل. اذا كنت